هذه اخر لحظات تصوير بهذه الكاميرا. راح اشتاق لك يا جو برو، راح اشتاق لك كلش. سويت بيك يمكن 70 ما ادري 70 فلوج هيك شيء. كنت كلش خوش كاميرا، يمكن وقعتك 50 مره وما صار لك ولا شيء ولا مره ما شاء الله. الى حد ما هسه اجى اليوم اللي هسه راح تنباعين بيه. الشخص هناك دا ينتظرني، راح اشتاق لك كلش. شلون توديعه غريبه، اكو واحد يودع الالكترونيات بس يمكن هذا على مود يعني اروي للناس ما ادري يعني. وشوفوا من المنطقه حلوه ومع السلامه، الى اللقاء. اوكي يا اصدقائي، هسه راح تصيرون داخل الكاميرا هذه. 1 2 3. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون التصوير الجديد؟ هسه انا شايلها ابعد شيء، هذه هي الابعد شيء، هاي ايدي كلها يعني مادها. وهيك التصوير يعني وايد كلش لو شلون يعني، بس لا التصوير كل ما راح اصور هيك راح يكون بس خوش. طبعا عندي فرقوس هنا. تعال خل اصور لكم هاي الحشره. خل اول شيء اعكس شو اسمه، خل اسد هذا. اوكي تليفوني راح. اوكي خلينا نصور لكم هذه الحشره. طبعا انا جيت على مود اصور لكم هذه الحشره. بسم الله. طبعا ما راح تطير طبعا، بس ذكيه كلش هي هاي. قرب بسرعه قبل ما تطير. فهاي تجربه للتصوير يعني. والله زين تصوير يعني. اوكي حلو. طبعا الشحن راح يخلص، لازم بسرعه اوقف تصوير. هذه العلبه اللي جت بيها، هذه الشغلات. الطياره مالتي قام يتحرك هذا الحجي. تعال دير بالك تطير، قص راسك اذا تطير. وين رايح؟ تعال بابا وين رايح؟ يمه بسم الله. شنو السالفه حجي؟ شو هذا تمدد عباله فراش؟ هذا الظهر عباله، هذا فراشه. شنو مات؟ بسم الله. خلينا نحطه على ايدنا. يمه راح وينه؟ طبعا الشحن خلص. خلينا نعكس الشاشة. فهذا هو تصوير الكاميرا الجديد. ان شاء الله عجبكم، وما اعرف اذا اليوم راح اكمل فلوج واكمله بهذا التصوير ويعني ما اعرف شلون اشرح لكم. المهم حبيت ارويكم لما فتحت الكاميرا وشلون تصويرها. هاي اول تصوير. هسه الشحن راح يخلص، لازم اشحنها اول شحن هاي ما يصير البطارية تستهلك اما تكون جديدة. وان شاء الله تكون عتبة خير، والله يعيننا ويوفقنا بالتطوير ونحو الافضل مستمرين باذن الله. فما شاء الله دا اتعلم عليها هاي الكاميرا. اليوم لازم اتعلم عليها يعني، اريد اتقنها لهذه الكاميرا يعني، اتقن بيها كل الشغلات كل المميزات، اريد اتدرب عليها اكثر. وما اعرف شلون اشرح لكم. ان شاء الله اليوم راح اتعلم عليها. وحبيت ارويكم او اقول لكم على قناة واحد من اصدقائي اسمه الانباري، محمد الانباري. رابط قناته حطيتها جوا بالوصف. يسوي العاب كلش حلوه يعني، الى مستقبل هذا الشاب خاصه بالالعاب اللي يحب ماينكرافت وهاي الشغلات. كل شيء هو يسوي لها ريفيوز، ويعني يعطيكم نصائح على هاي الالعاب ويلعب قدامكم الى اخره، مثل جد الشايب، مثل ذولا الجيمريه يعني المشاهير. خوش شخص هو. اني ليش اصلا دا انشر له؟ لانه شخص محترم وشخص حباب، وبنفس الوقت هو اصلا يعني ينشر للاشخاص من بكيفه يعني. مره نشر كم واحد عراقي من بكيفه يعني، ما نشروا له هو نشر لهم. فشخص حباب، انصحكم تشوفون قناته جوا بالدسكربشن، مرات يعلق لي جوا. شوفوا يعني شخص محترم، اتمنى له كل التوفيق من كل قلبي وبس. والله التصوير حلو ما شاء الله. طبعا راح نشتري الايس كريم. خلينا نشوف التصوير مالته. خلينا نصور لكم هنا. المهم رحنا اشترينا ايس كريم. هاي شنو هاي؟ ما اعرف ايش دا اسوي يعني. دا اتعلم عليها الحمد لله. وحلوه من ابوي بس دشداشه راح المحل ازدحام كلش، كلهم يباعونها. شنو هذا يعني؟ شيء غريب. وما اعرف شلون اباوع. اني لازم على العدسه هنا، لو دائما اباوع هنا. ويعني هواي اشياء لازم اتعلم بيها. وتصويرها هذا بالليل كلش حلو. طبعا الزنبور هذا او الدبور او ما ادري شو تسموه بلغتكم ضاع بالغرفه، فما اعرف وين لازم ادور عليه. خلينا نشوف الفوكس. اي زين الفوكس حلو. سارجع فوكس على وجهي. يلا
اوكي هسه يلا يعني شيء على شيء اساسي، هاي اسرع فوكس واحسن شيء وهاي. بس والله احس الجو برو احسن بهواي الصراحه، صغيره كلش وهيك اكمشها وطلع المكان كله وشي خرافي. الجو برو احسن بهواي، وش قد ما توقع ما تنكسر ولا يصير بها اي شيء، وارخص همينه فوقاها، وحتى تصور 4K. بس همينه يعني طبعا هي تصويرها احسن بهواي اكيد يعني بروفيشنال هاي، بس انه يعني والله ما اعرف شو اقول لكم، الله المستعان. يلا شو نسوي قابل؟ يجوز اجربها 14 يوم وارجعها بعدين. عندي 14 يوم يجوز افكر خلالها، يجوز ارجعها وارجع اشتري لي جو برو احسن، يعني احسن لي، يعني احسن لي انا اللي ارتاح له اشتري، ما يهمني السعر، ما يهمني هاي. فاذا ما ارتاحت بيها وحسيتها كبيره كلش وثقيله وتنكسر بسرعه ممكن وتخرب، وبعدين يجوز ما ترجع واخسر فلوسي كلها، فاروح على الجو برو اشتري لي جو برو جديده احسن بهواي. هاي سكرين مالتي ماعت وانا قاعد دا اصور لكم، فان شاء الله هي هاي الكاميرا الجديدة ان شاء الله اتعلم عليها، ان شاء الله نستمر عليها بس. حلو حلو، بدي اتعلم على الكاميرا، كل يوم بدي اتعلم شغلات جديدة. طبعا قبل شوي كنت كآبة ضايج لدرجة هيك، شلون واحد يريد ينتحر، يريد واحد هيك ضايج من الحياة. هاي الشغلة تجي لكل شخص مهما كان، شلون ما كان، تجي هي السعادة وتجي الحزن دائما بكل حياة كل شخص. بس سبحان الله رحت صليت الفجر، وراها شربت نسكافيه من هاي الزينه، يحطون هناك نسكافيه لانه اكو ناس يروحون للشغل ورا صلاه الفجر، انا بامريكا، المهم يحطون دونت خبل، المهم فوراها انه رجع لي النشاط ورجعت لي السعاده، ورجعت لي هذا يعني الاحساس انه بالاستمرار، والاحساس انه الواحد لازم ما يستسلم، والاحساس انه خلينا نتعلم وخلينا نستمر، وما اعرف شلون اشرح لكم. المهم رجعت لي السعاده الحمد لله، فرحان كلش. فهسه اليوم ان شاء الله راح نجرب هذه الكاميرا، ان شاء الله تكون عتبة خير مثل ما قلت لكم، ونصور بها اشياء حلوه. اليوم راح تصير الدنيا فجر، وانا راح احاول اظل يوم كامل هم قاعد. هاي يمكن المره العشرين بفلوقاتي اظل قاعد، احاول اظل قاعد يوم كامل ويومين وهيجي. فخليكم ويانا والقادم افضل. حلاقه تايم. حلوة الكاميرا، عجبني اطلع برا هسه بالحديقة وشوي اجرب التصوير. خلينا نصور لكم نشوف حشرات، نشوف هيجي ورد، شغلات حلوة نصورها ونجرب التصوير مع الكاميرا. ويعني هو هذا الفلوج كله عبارة عن تجربة الكاميرا، وانه اشتريت كاميرا جديدة على مودكم وعلى مود اطور من القناة، ولانه انا اوعدكم دائما بالافضل لذلك اشتريت افضل كاميرا اللي هي هذه G7X Mark II. يعني هسه مثل ما دا تشوفون هاي نملة دا اصور، نشوف بعد شك شغلات نصور. شو دا يسوي فوكس؟ هذا الوردة الوحيدة اللي لقيتها على مود اصورها. خلي نصور السما شوية. وماكو شي اصوره، بس راح نشوف، راح نكمل الفلوج، راح نصور اشياء. هسه دا تشوفوني مرتين، مرة هنا ومرة بالشاشة. وشوف يقول لكم الحاجة ام الاختراع، يعني لما الواحد يحتاج في شيء يقوم يخترع، شو يسوي يعني. فانا على العمود قد ما خايف على الكاميرا اخترعت هذا. شوفوا مطاطتين، المطاطة الاولى تحطها بايدك، والمطاطة الثانية تربط الكاميرا، بحيث اذا وقعت الكاميرا هذا اللي يصير. فشي حلو على مود يعني احافظ على الكاميرا، اخاف يعني توقع في يوم، فدائما احط هذا الرباط على ايدي، فاثناء ما اني دا اصور هيجي اذا وقعت الكاميرا يكون اكو سيف، اكو شي امان، اكو شي احتياط، ففكرة حلوة. نسكافيه تايم. طبعا بعد فتشي على الايباي، فهسه احنا راح نروح ونوديه UPS، ما ادري شو اسمه، مال شيبينج، وعلى مود توصل لهناك. احس هذه الكاميرا احسها مو مال فلوجات، احس ما اعرف ليش الناس يستخدموها للفلوجات اصلا، يعني ثقيله كبيره، توقع اي وقعه تنكسر، غاليه، ما اعرف يعني. انا اشوف الجو برو احسن بهوايه، فبعدني دا افكر انه ممكن ارجعها واشتري جو برو، ممكن، ما اعرف. قولوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم كلش، يعني ما اعرف.
صعب التعامل بها يعني، وحتى بها شغلات غريبة وزوم يعني ما ادري، بس ما ادري صدق يعني ما ادري، الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه هي العلبة لازم اوصلها، وهذه هي سالونة. منو شايف هذا؟ حرامات مو خوش مكان احط بيه الكاميرا. المهم يا اصدقائي الحلوين، لا تنسون تفعلون الاشعارات. طبعا هذا الفلوج يعني ما اعتبره فلوج هيجي فلوج، انه ما اعتبره يعني شيء عادي. المهم لا تنسون تفعلون الاشعارات على اي شيء اي مقطع احطه راسا يوصلكم. ما يحتاج انه تفتحون القناه كل فتره وتدورون مقاطع وهذا منزل لو لا، بس تفعلون الاشعارات هي تجيكم على التليفون على طول. يلا يلا خليني نسوق. والله شيء حلو، وضوحه حلو، بس يعني الجو برو اسهل واحلى، ومهما ما يصير بيها ما تنكسر. هذه لا سمح الله لا قدر الله يعني بس توقع من هسه مشخوطه، هياتها من هسه مشخوطه يعني. شوفوا شنو هاي ممكن يعني بسهوله تنكسر، يعني بسهوله تنكسر الشاشه بسهوله. ما اعرف، الله المستعان. يجوز ارجعها واشتري لي الجو برو، والله هتعرفون ان شاء الله. انا قرر. طبعا ما ادري ليش بس هذا المنظر اللي قدامي هسه يذكرني بالامارات كلش بشكل، لانه بالامارات كلها هيك، كلها بناء ويبنون يعني بالضبط. خاصة هذا المنظر كله اللي هو يمكن يعني اول مرة اشوفه بتكساس هيك شيء، او يعني سبحان الله يذكرني بالامارات. واعتقد وصلنا يا اصدقائي، خلينا نبركن هنا. بسم الله. ننزل. trying to ship this item. $12 طلع تقريبا، وهيجي اكون خلصت. فتحنا الباب ويعني سوينا خير كلش، نفتح الابواب للناس، ويعني تاركة سيارتنا مفتوحة، ما ادري هو تارك اقصد موجود بها الشخص. المهم سيارتي مقفولة. المهم سوينا شيء، بعنا شيء، وما اعرف الكاميرا اللي حدث بعدني جديد عليها، دا اتعلم عليها. ان شاء الله تكون عتبة خير مثل ما قلت لكم 3 مرات بهذا الفيديو. يجوز احذفها يجوز. شوفوا هاي السيارة الحلوة اللي راح اوقف قدامها، يابا كورفت ما اعرف 2014 موديل 2015. لازم نشتري لنا هيك سيارة بالمستقبل، ها، ونعوف سارونة. لا خطية سارونة وما اعوفها ان شاء الله، اظل وياها الى حد طول العمر باذن الله. بالسالفة طلع حتى اكو بنتلي، اذا تشوفون هنا اكو بنتلي. وهذا الهوم ديبوت، وما اعرف الكاميرا كلش كبيرة بحيث حتى الناس يباعون عليه يقولون هذا شلون فلوجر يعني شيء غريب. لك افتح. حلو تصويرها خرافي، الوضوح مالتها حلو، بس اكيد يعني انا دا احط ايدي على الشاشه على مود اسوي الفوكس على وجهي، يركز على وجهي، بس انه اكيد الجو برو احسن بهوايه يعني. فشوفوا هذا المحل. خلينا نصور هاي الارضيات. شوفوا الوضوح، يا سلام. سوي حركات، والله التصوير مالتها يخلي الواحد يسوي هاي الشغلات. ايش قد شفت ريفيوز ناس يسوون ريفيو، طبعا انا كمشهب يعني ممكن توقع هسه زين. المهم ايش قد شفت ريفيوز انه ناس يسوون ريفيو لهاي الكاميرا، لما يسوون الريفيو ويصورون نفسهم يتعجبون، واكو ناس يضحكون، واكو هاي انا نفس الشيء هسه يصير لي يعني. صدق شاشتها حتى نفسها حلوه، شيء حلو ما شاء الله سبحان الله. فهو هذا يسموه الهوم ديبوت، بكل الشغلات مال الاثاث والالكترونيات خاصه تقريبا. ما ادري وين راح القي هذه الوايرات، الله اعلم. وهاي الثاني دا تشوفون قال لي فد شخص دور برقم 4 او رقم 5 اذا ما لقيت به، لانه هو وايرات كلش خاصه، ما اعرف فد واحده من ذولا. فراح ندور وراح نشوف. واهل الكاميرا كلش كبيره يعني الكل دا يباوع. شنو السالفه؟ قال لي 4 اور وين هذا؟ 4 اور 5 ماكو. هذه 5 وذيك 4، هذه 4 هاي 5. قال لي دور 5، هاي نشوف الفايف. هذه الفايف وهسه هاي نمبر 4. انا دورت بالفايف ماكو، وماكو اللي هذا هسه ماكو. راح اسال مرت له
ودورت قال لي ما راح تلقى هنا، وصدق ماكو هنا. قال لي روح على هوبي لوبي، ما ادري هوبي تاون، يم هوبي لوبي، فد مكان هسه راح تشوفوه سوي، راح ناخذكم وياي وراح نشوفه ونشتري من هناك ان شاء الله. نلقي عندهم وايرات للطياره على مود نصلح الطياره ونبدي نصور تصوير جوي. شوفوا هسه وراي كانوا لابسين حجاب، شي حلو. انا نروح على الكورفت من جديد اصور لكم اياها. السياره خرافيه، شكلها خرافي الكورفت. فايه هيك نجي. يا سلام عيني على الكورفت، كورفت راح ابكي يعني. شي خرافي. وين الكورفت وينها سارونه؟ بس سارونه تخبل، سارونه بنيه محترمه، بنيه تفتح سارونه تعرفني يعني، حتى للحرامي تفتح، ما خافوا لها. لا اله الا الله. يلا خلينا نروح الهوبي لوبي، ما ادري هوبي تاون، ونشوف شكو ايش راح يكون. مارتلوخ ما يحتاج نروح معارض سيارات، راسا نروح لهذا المحل مال الهوم ديبوت وهناك نشوف لامبرجيني. يمكن المره الجايه هيك شيء يعني، ما يحتاج نروح معارض سيارات ومن هالسوالف. وما ادري شنو السالفه، عندها سوق والشغله تخوف، السياقه تخوف، هنا انا ما ردت عامل احد. بسم الله اللهم سترك يا رب. باختصار يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين، هذا الهوبي لوبي وهذا الهوبي تاون يو اس اي. خلينا ندخل باثنيناتهم ونشيكهم اثنيناتهم. ما طول اني على قيد الحياه، خلينا نشيك الاثنين. وهذا خوش مكان، بسم الله. بس وصلنا الحمد لله. يلا اول شيء نحطها على البي، بعدين نسحب المفتاح. فهذا هو المحل، وان شاء الله يطلع عندهم الشيء اللي اني دا اريده. والله حلو من بدايته، حلو. شوف الطيارات، يمكن هالمره صدق هذا اكبر محل طيارات يعني. حنشوف احنا الاثنين، اكو هوبي لوبي، هوبي لوبي بعد اكبر ومشهور بعد اكثر. حلو، شوفوا كلها طيارات، شيء جميل. وخلينا نسالهم هسه على الوايرات، بلكي ان شاء الله يكون عندهم وايرات. اكو اذا عندهم وايرات راح يوفرون علي يمكن $200 هيك شيء. هم عندهم كل شيء. هاي كلها قطع، هاي الفانتومز، وهاي مال الريس كواد مال السباق. محل خرافي شكله حلو. يعني هذا حلم كل واحد عنده هاي الهوايات مال ريموت، شكو اشياء بالريموت، كل شيء موجود، طيارات، سيارات، كل شيء على الريموت موجود هنا. شيء حلو. الوايرات ما عندهم للاسف، رويت الصوره وقال لي ما عندنا ابد، واني دورت على الامازون وعلى الاي باي وماكو ابد من هذا النوعيه من الواير، نوعيه كلش ماكو منها ابد. فماكو غير انه اني احكي ويا الشركه مثل ما قال لي وشوف الالعاب. يعني هسه دا اتمنى انه اني ارجع صغير واخذ الفلوس اللي عندي هسه واشتري لي كل هاي الالعاب لنفسي انا وصغير. شوفوا والله هاي الالعاب اتمناها، كنت اتمناها لما كنت صغير، بس ما كنت محروم منها يعني. هم كان ابوي يشتري لي الله يحفظه، كان عندي مثل هاي اتذكر. هاي يعني حلو، شيء جميل. طبعا هاي الجولة راح تكون سريعة كلش يعني، ما عاجبني اصور، بس هيك راح اصور لكم اي شيء على السريع. وطالع قطارات، اللي يريد قطارات حلو. وهسه راح نروح الهوبي لوبي. هوبي لوبي اللي يريد، اللي يحب هاي شغلات البناء. هذا هم يعني قطار، بس يعني حاط له بيوت، اشجار، مزرعه. يا لهوي، هاي يا مليونير هذا اللي يشتري هيك العاب. حلو. فهذا المحل شيء على شيء يعني. وبس هسه طالع حلو. كل هذه عربانات. فهذا هو الهوبي لوبي. ما اعرف شي يبيعون، اول مره راح ادخل له، بس محل مشهور كلش، راح نشوف شي يبيعون به. ليتس جو. يلا بدايه جميله. صار هذا محل انتيكيوز يعني تحف وشغلات. حلو، محل حلو. فخلنا نطلع، ما احب اني الانتيكيوز والتحف والرسمات وهاي الشغلات. خلينا نروح $1 3. اريد يجوز اشتري من هناك ايس كريم شي. و ليتس جو.
وهسه يا اصدقائي دخلت الى الدولار تري، بس لا يمنعوني من التصوير بيه لانه ما اعرف يعني كبيرة وواضحة، واحد دا يصور نفسه هيك شيء غريب. ف ندور على مكان الايس كريم من هنا، خلينا نروح. فيعني هنا كل شيء بدولار، بس تتوضح زين. ما احب احد يطلع بالفيديو مالتي. و let's go. هاي الثلاجات مالتهم ماكو شيء يستحق الشراء. انا دا ادور على ايس كريم، على شيء على السريع. الشحن بدا يخلص، لازم ارجع للبيت. الشحن بدا يخلص، عندي بطاريه واحده بس حرمت. انا عبالي مشتري بطاريتين راح تجي بالطريق قريبا. طبعا هذا الوراء يدور اي واحد يجي هاي المحل ياخذ منه دولار. شيء حلو يعني انه مو شلون يعني مو فقير انه يطلب فلوس. انا ما اشوف شحاتين، مع انه مسموح انه تطلع وتطلب فلوس وهاي، مع ذلك ما تشوف شحاتين ابد، كلش قليل، لانه الشغل متوفر لاي واحد. واصلا حتى اذا بيحتاج ألف طريقه ممكن اكو بيها يقدر يجيب فلوس. بامريكا ماكو واحد يموت جوع ابد. شو هسه يقول اكو شحن، يعني اكو على اساس هسه بالبطاريه هذه اكو شخطتين مال الشحن. قبل شويه كان اكو ماكو ابد يعني شحن. فشوفوا هذا مركز الشرطه صايرين بيتنا قريب كلش، ومن هنا صاير بيتنا. تندلون بيتنا اذا عزمتكم فد يوم او شيء تعالوا من هنا، يعني اذا اندليت الطريق بس ذاتس ات. طبعا هسه لازم ادخل التراكنج نمبر احطه هنا، وبعدين ان شاء الله خلص الفلوس انا استلمتها مال هذا الفيتشي اللي بعته على الاي باي، والحمد لله على كل حال. طبعا هذه هي الوايرات اللي انا دا ادور عليها، وماكو منها بكل مكان وباي مكان، وعلى الانترنت كله، امازون كله، اي باي كله ما موجود منها هاي الوايرات. فاني راح اتصل على الشركه، راح انزلهم صور، راح احاول اتواصل ويا الشركه، وان شاء الله القى هذه الوايرات. طبعا هسه توها وصلتني شغلات من يعني شغلات بالبريد وصلتها توها، لانه انا مو بس مشتري الكاميرا، انا مشتري شغلات وياها، لها هواي ستاند وكفر وما اعرف شنو، كيس للمي وهواي شغلات اشتريت لهذه الكاميرا. وبس وصلت منها 3 شغلات، وما اعرف احكي لكم بعد. بالبريد توها جتي وبس. هاي شنو هاي السيارة بيها تابوت واقفة قدام بيتنا. منو صاحب هاي السيارة؟ فاتح الضوء همينه. منو هذا؟ المهم هذه الأجواء يعني عجبني أصورها. صار ايش قد ما مطرة، والله شي حلو. هذا كل شوية يفتح من بكيف. بما انه صار لي هواية ما احس يعني بالمطر، وبالايام كنت اشيل الشمسية واروح للجيم، وكنت ايام حلوة يعني، فقلت خلي استرجع هذه الايام. وهسه دا اسوي شاي، وخليني نصور لكم شوية من هنا كم شغلة. اللهم صيبا نافعا يا رب. ادعوا يا شباب، ادعوا لي بالمليون. ويا الشاي اكيد شوية حلويات، وما شاء الله تصوير خرافي. للي ما شايف اللابتوب مالتي، هذا هو اللابتوب مالتي، وهيك على مود افتحه قولوا ما شاء الله. طبعا وقتها انحسدت وانكسر من هنا، ويعني الشاشة رادت تنكسر، والحمد لله على كل حال. ويا اصدقائي لهنا وصلنا لنهاية الفلوج. ان شاء الله عجبكم هذا الفلوج اللي هو بدايتي بالكاميرا الجديدة. بداية صعبة يعني، ما اعرف شلون اصلا قدرت اصور بيها، يعني ما ادري شلون، يعني لو انتم بمكاني ما راح تصورون اي شيء اصلا، يعني ما اعرف شلون صورت بيها. بس الحمد لله شبه نجحت وصورت فلوج شبه جميل. ان شاء الله القادم شوي شوي اتعلم عليه بعد اكثر، وراح تصير فلوجاتي مثل الجو برو بس بجودة خرافية، بهذه الجودة الحلوة. لا تنسون اللايك من هسه، دوسوا تفعيل الاشعارات. ونصيحة الفلوج اليوم قبل فترة نصيحة الفلوج هي انه اتأكد من كل شيء. يعني مثلا هسه هذه الكارت هذا تشيك حقيقي، هذا تشيك ما ادري شو يسموه، تشيك حقيقي هذا $980 اعطوني اياه. زين، فالشركة بعت اني ابيع واشتري اشياء، فبعت فتشي على فد موقع،
فشلون اقول لكم انه الاحتيال موجود بكل مكان، وانه حتى ممكن من اقرب صديق ممكن يحتال عليك والى اخره، واتخذ عدوك خير من 1000 صديق ومن هالسوالف. هذا بعت فتشي اقصد على الكريغلست، ما اعرف شلون بدي احكي لكم لانه هاي نهايه الفلوج واني نعسان طبعا، هسه دار انام اصلي وانام. المهم فهذا بعت فتشي على الكريغلست ب 200 دولار، واعطوني 980 دولار، قالوا لي هاك هاي 250 دولار، حتى اعطوني 50 دولار زايده وقالوا لي والباقي رجعنا اياه. فاني فتشي غريب، شنو هاي؟ وتشيك ويرسلوا لك اياه للميل بوكس مالتك، وبس تعطيهم العنوان وتشيك حقيقي تشيك. يعني حتى لما رحت دا احطه قلت لها اريد الديبوزيت وخلص دا تسويه هي ودا تسويه. انا من قبل انا مخطط انه اريد اتاكد من هذا الشيء، فكان اسالها قلت لها هذا فد واحد على كريغلست دا يريد يشتري مني فتشي هيجي ودز لي هذا عبر الميل التشيك ومن هالسوالف. سولفت لها وقلت لها دز لي 980 دولار، المفروض هو بس يدز لي 250 دولار سعر الشغله هاي ابيعها الى اخره. بعدين كانت تقول لي اي هذه فيك تشيك وهاي هيك، وهواي ناس ينخدعون بهاي الشغله. قبل فتره اصلا راجل اختي راد ينخدع يمكن 4000 دولار 3000 دولار، وما ادري شلون قصه طويله، وعلى التليفون همينه. فالخدع والحيل موجوده بكل مكان، حتى بالامارات اكو ناس وايد. اذا انت جديد بالامارات هاي راح صار بهواي ناس هذا تصير بينا يمكن اكثر من مره، يجون عليك يقول لك انت بس سجل ويانا وتربح، وسفر رحله سفر وما شلون، وياخذوك وصدق يحجون وياك، وشخص مصري تلاقيه واقف او سوري او اي شيء، يعني مو بس انه مصري او هاي، فيحكي وياك وراها شو اسمه. المهم بالاخير كلها خداع وكلها حيل، فدائما تاكدوا من كل شيء وديروا بالكم. ان شاء الله عجبكم الفلوج هذا، بدايتي بس يعني بدايتي بهاي الكاميرا الجديده. ان شاء الله وصلتني كم شغله ان شاء الله افتحهم بعدين ونتعلم على الكاميرا اكثر، ويعني بعدني جديد على الكاميرا مش احكي لكم. وبس هنا كانت نهايه الفلوج، اشوفكم على خير بفلوج جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ايش بيكم ما اعرف.